مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده الحلقه الرابعه من مسلسل قاتل الشياطين. تخيل معايا ان مدينه كامله بتدرب تلاميذها على ايد الهشيره اللي هم اقوى حاجه في البلد علشان يعرفوا يحاربوا الشياطين اللي بتنقض على البلد بالليل. لو اول مره بتتفرج عليا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وقول لي رايك في الكومنتات. وبالنسبه للمتابعين لقناه نور اللي اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت يقولوا لي رايهم في الكومنتات للحلقه دي. وزي ما شفنا الحلقه اللي فاتت ان تانجيريو كان بيتدرب على ايد اوزي هو مع التلاميذ، اما الغراب بيروح ياخد تانجيريو من عنده اوزي لصاله القتال بتاعه توكيتو، الصاله اللي بيكون فيها بيتعلموا التلاميذ ازاي يقاتلوا. وتوكيتو بتهزم كل الطلاب في المره الواحده اكتر من 3 مرات وتقول لهم بلعبكم ده هتموتوا اكتر من مره ومش هيبقى ليكم فرص اصلا، ولو جالكم هجوم يا ريت تهربوا علشان انتوا كده مش هينفع تهاجموا، خليكم حتى بعينيكم دي متابعين حركاتي ازاي بلعب. والتلاميذ كلهم محدش فيهم مجدي نفعا بالنسبه له، اما توكيتو اول ما بيشوف تانجيريو بينبسط جدا وبيقول له انا كنت في انتظارك، تعالى يا راجل ادخل. وبيجي غراب توكيتو بيقول للتلاميذ انتوا مالكمش اي فايده، الشيطان لو جه هياكلكم هيبقى بالنسبه له اسهل من انه يحاربكم، ومش عارفين يعملوا للغراب اي حاجه، وده بيكون غراب توكيتو. وتانجيريو بيقول لتوكيتو النهارده هتدرب تحت ايدك، وتوكيتو بتكون مبسوطه قوي بوجود تانجيريو. والغراب مش سايب التلاميذ في حالهم، وهم طبعا مش عارفين يعملوا له حاجه، حتى وهم بيملوا الميه بيقعد يتمقلت عليهم. وتوكيتو بياخد تانجيريو وبيكون في واحد اسمه كاناموري وبيكون لابس قناع كده حبتين وبتعرفوا على تانجيريو، ويتفاجئ كاناموري ان تانجيريو بقى كويس وزي الفل، وبيقول له هو انت ايه اللي جابك هنا يا تانجيريو؟ فتوكيتو بتقول له انا اللي جبته هنا، وبتدي تانجيريو سيف وبتقول له انت استعملته قبل كده يا تانجيريو. فتانجيريو بيمسك السيف فبتقول له ارجع لورا شويتين، وبيرجع فعلا لان توكيتو بيختبر السيف، بيرمي طياره من ورق وتشوف لما تعدي الطياره دي على السيف ايه اللي هيحصل لها، وبتتقسم فعلا لنصين. وتانجيريو بيتفاجئ جدا من حده السيف، وتوكيتو بتقول لتانجيريو عشان كده انا خليت كاناموري هنا، وده بيكون سياف تابع ليا، وكل ده علشان سيوفي تكون جاهزه لاي معركه بتحصل. والكلام ده واخده بيه تصريح طبعا من المعلم بتاعنا، حتى المعلم هو اللي ادالها الاوضه دي كلها علشان تحتفظ بالسيوف بتاعتها باحسن شكل. فبتقول له المعلم ده اللي بيهتم بكل واحد فينا والمفروض يهتم بصحته اكتر من كده، على طول مصلحتنا في الاولويه عنده، عشان كده هنفضل ممتنين ليه طول عمرنا. وبيرجع توكيتو للتمرين مع التلاميذ وبيقول لتلاميذه اوعوا يكون قتالكم بدافع العاطفه علشان ساعتها هتخسروا. وتانجيريو بيكون واقف مستغرب وبيتفرج على كلام توكيتو اللي بيقوله للتلاميذ، وبتقول لهم توكيتو ان هو مش هيكون قدامكم اي فرصه للهروب من الشياطين، وكمان لو انتصرت 9 مرات وجيت اتهزمت في مره واحده هتبقى كده انت مت واتهزمت، لازم تبقى عارف كل حركه رايحه فين وجايه منين، وتحسن مهاراتك كويس جدا عشان تكون اقوى علشان تقدر حتى تنجو من الشياطين مش تغلبهم. وبيبتدي توكيتو يقول لهم التمرين النهارده خلص وبيسيبهم وبيطلع بره، والتلاميذ بيروحوا على صاحبهم يطمنوا عليه، وتانجيريو بيكون واقف في نفس الوقت وبيقول لتانجيريو انا عايز اطلب من الهاشيره يخففوا علينا شويه التدريب ده، وصاحبه بيرد عليه بيقول له احنا لو بقينا كده هنموت قبل ما تيجي الشياطين اصلا. وتانجيريو بيقول لهم الموضوع مش هيبقى صعب عليكم انتوا، هيبقى صعب على توكيتو اللي عمال يدربكم طول اليوم بدون ملل. وبيروح تانجيريو بياخد التلاميذ وبيروحوا يغسلوا وشهم، والتلاميذ بيقولوا لتانجيريو حتى يقلل معاملته بنبره الصوت العاليه اللي بتخوف دي، وصاحبهم بيقول له يمكن دي النبره اللي هتخوف بيها الشياطين، يمكن تقتلهم كمان. وتانجيريو بيقول لهم لا انتوا كبرتوا الموضوع يا رجاله، النبره دي قلت كتير عن زمان. وتانجيريو بيبتدي يسالهم هو توكيتو رايح فين، فالتلاميذ بيرد عليه يقولوا له ان هم الهاشيره بيخرجوا بالليل بعد ما الدنيا تضلم، يمكن رايحين يتعشوا ولا حاجه. وبتخلى المدينه فعلا وبتطفي الانوار وبتطلع ملايين من العيون المسلسله، وتوكيتو بيجري بسرعه لمكان الهاشيره، وبيكون هناك هاشيره الرياح اللي بيتنفس الرياح وبيستدعي عاصفه الغبار المتصاعده، وبيجي عليه هاشيره الثعبان اللي بيتنفس الثعابين في الشكل الخامس للثعبان المنزلق، وبيكون في شكل الهيئه الرابعه. وبيلاقي توكيتو داخل عليهم وبيقول لهم انا عايز انضم ليكم، وهاشيره الرياح بيقول له انت كل يوم تقطع المسافه دي لحد هنا وتقول الكلام ده، اوعى يكون ده مأثر على تدريبك بتاع الصبح. فتوكيتو بيقول لهم لا انا حتى تدريبي اللي هو بيكون كافي لاعضاء التدريب مش كافي ليا، وببقى عايز ادربهم اكتر واكتر. وبتحصل العركه بين هاشيره الرياح وهاشيره الثعبان، وبيكونوا ضد هاشيره الضباب اللي هو توكيتو، والغراب طبعا بيشجع توكيتو. وهاشيره الرياح بيقول التدريب النهارده صعب ومحتاجين نركز اكتر عشان ما نأثرش على بعض. وهاشيره الافاعي بيقول له لا ده جمدان عشان نستعد للحرب اللي جايه اللي هي بتكون ضد الشياطين. وهاشيره الافاعي بيسأل توكيتو ايه اخبار التدريب بتاع النهارده معاك، فبيقول له تانجيريو وصل النهارده. وهاشيره الرياح بيقول لتوكيتو هو لسه بيعاند الموت لحد دلوقتي ومش عايز يستسلم، الولد ده فظيع شكل اصابته اتشافت وهو هيشفى بالكامل لحد ما يوصل
لغورسان. وهشيرة الافاعي بيقول لهم ده انا لازم اكون حذر معاه بقى. وهشيرة الرياح بيأكد كلام هشيرة الافاعي وبيقول له بس ده ما يمنعش ان بقى ند للهشيرة. وتوكيتو بيحضر تاني يوم للتدريب مع التلاميذ وبيقول لتلاميذه انا مش مستعجل عليكم، ايه رأيكم نستعمل سيوف حقيقية بدل الخشب اللي احنا بنتعارك بيه ده؟ وبيروح يجيب السيوف فعلا. وبيقف توكيتو قدام تلميذ وبيقول له مش قادر وبيكون بيتنفض من الرعب والخوف بيمتلك الولد لحد ما بيقع مكانه. وتوكيتو بيقول له ما دام ما لعبتش بتهور يبقى انت كده بتتقدم. والتلميذ بيقول لتوكيتو مفيش مقارنة اصلا، انا كده كده هموت، مش ده اللي انا عارفه بس انا عارف كمان ان انت كل يوم اول ما الدنيا تضلم بتروح مكان بعيد وان لبسك كل ده بيخبي جسدك اللي مليان بالكدمات والجروح، احنا لازم نشد اكتر عشان نكون افضل. وبيقول لهم توكيتو انا عارف انكم بتتطوروا ولكن ده مش هيخليكم تقاتلوا بجد، انا بس مش عايزكم تتقتلوا على ايد الشيطان، انا عايزكم تعيشوا حياة طويلة على قد ما تقدروا. وتنجيريو بيكون ساكت وبيقعد يتفرج. وتنجيريو بيقول له يلا نلعب وبيلعب مع توكيتو. وتوكيتو بيقول لتنجيريو لازم ترخي عضلاتك حبتين ويكون شدها اكتر سلاسة من كده. وبيقول له ايوه كده بس كده كويس انت شاطر تتحمل اكتر. وتنجيريو بيكون شاطر جدا. وتوكيتو بيقول له انت يا تنجيريو بتخلي رجلك واسفل ظهرك الاتنين على نفس الميزان ودي شطارة كبيرة جدا وانت كمان مش محتاجني تاني ودلوقتي اقدر اقولك تروح للهشيرة اللي بعدي. وده كله بعد 5 ايام من تدريبه مع توكيتو. وتنجيريو بيقول له ايه ده بجد انا ما كملتش اصلا. وتوكيتو بيقول له انت عملت كل اللي قلت لك عليه. والتلاميذ بيقولوا لتوكيتو ينفع احنا كمان نمشي معاه احنا بقالنا اسبوعين هنا. وتوكيتو بيقول لهم لا انتوا مش رايحين مكان، انتوا هتفضلوا هنا ولو خلصتوا تدريب العصايه هتروح للدميه تتدربوا عليها لحد ما تتكسر. وتنجيريو بيقول لتوكيتو ايه رايك نسابق برمي الطيارات الورق. وتوكيتو بيقول له ايه ده ليه هنعمل كده. وتنجيريو بيقول له علشان سمعت ان انت بتحب الطيارات الورق، انت خايف مني ولا ايه. وده كلام كان غشه تنجيريو من الحداد اللي كان بيقعد مع توكيتو طول الوقت. وتنجيريو بيقول له لو فزت هنتكلم مع اعضاء الفليك بلطف اكتر من كده ايه رايك. وتوكيتو مش بيمانع. وتنجيريو بيقول له لو انا خليت طياره من طياراتي تطول اطول مده ممكنه ولو مره واحده بين 10 مرات هكسب وانا واثق من ده. وتوكيتو بيوافق وبيقول له لا انت مش هتكسب انا اللي هكسب. والحداد بيقول لهم انا اللي هعد لحد 3 وترموا الطيارات مع بعض. وبيعد 1 2 3 وبيرموا الطيارات الورق وبيكسب توكيتو في المره الاولى والثانيه والثالثه لحد ما بيوصل لاخر مره وبيخسر تنجيريو قدام توكيتو. وتوكيتو بيقول له انا مش قلت لك ان انت هتخسر قدامي. وبيطلع تلميذ والتاني والخامس بيقولوا له احنا شاطرين كمان في رمي الطيارات، ايه رايك تسابق معانا يا توكيتو. وبيستعدوا فعلا بكل حماس تنجيريو وتوكيتو والتلاميذ كلهم انهم يتشاركوا في رميه الطياره وبيكونوا مبسوطين جدا ومتحمسين لوصول الطيارات بتاعتهم. وتنجيريو بيقعد مع توكيتو وبيقول له انا حاسس ان سعي موزان ورا نوزيكو موضوع مفيش منه الهروب لانها هزمت الشمس، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش شياطين. وتوكيتو بيقول له عشان كده عاملين تدريب الهاشره ده. وتنجيريو بيقول له انا قلقان اني موجود هنا بعيد عن نوزيكو. وتنجيريو بيقول لتوكيتو انا حاسس ان سعي موزان ورا نوزيكو موضوع مفيش منه الهروب لانها هزمت الشمس، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش شياطين. وتوكيتو بيقول له عشان كده احنا عاملين تدريب الهاشره ده. وتنجيريو بيقول له انا قلقان جدا اني موجود هنا بعيد عن نوزوكو ولكن انا واثق ان في حد معاها ومطمن عليها بسببه، ولكن الموضوع خطير جدا ولو كنت اخدتها معايا في المهمات برضو كاني بسلمها ليه. فتوكيتو بيقول له الشياطين مش كل همهم بس نوزوكو ولكن عشان يستعدوا بكل قوتهم. وتنجيريو بيقول لتوكيتو انا هبقى اقوى وهنتصر على موزان وبعدها هروح اخد نوزوكو واخليها معايا. وبيكون يا اصحابي خلصت حلقة النهارده، اشوفكم على خير في حلقة المرة اللي جاية.